البعض يقول أن الأحزاب الكردية بعضها تريد حصة في مجلس الشعب ولا تريد التمثيل الوطني للشعب الكردي. الآن قلنا قبل قليل لما عندما تم تحديد 4 مقاعد كحصة كحصة صارت 2 مناصب ايه يعني 2 لهالطرف و2 لهالطرف هذا. رغم هذا ال4 المختارين او ال2 اللي تم اختيارهم كمان لم يعد احد لم يرجع احد الى الشعب ولم ياخذ راي الشعب باي منهم، وانما هؤلاء ايضا ال4 لازم يكونوا او مفروض مثل ما تم تعيينهم يكونوا تابعين لمن عينهم. خطورة هذا النموذج على مستقبل الدستور السوري سيد سليم، قال استمر هذا النهج سيؤثر سلبا على الشعب الكردي كثيرا. مثلا هلا اذا اعطونا 4 وقبلنا بال4 نعم، مستقبلا في انتخابات قادمة في مجالس أخرى في أمور أخرى سواء كانت دستورية أو حكومية سيرجعون إلى ماذا؟ إلى النسبة التي منحوها لنا. وأصلا لما يعطونا 4 بكرة أي انتخابات تصير طيب يا أخي ما أنتم حصتكم 4 يعني مستقبلا يؤثر سلبا على الشعب الكردي. يعني سيكون هذا الرقم 4 مقاعد مرجعا مستقبليا أبدا لتقاسم يؤثر السلطة سلبا على الشعب الكردي.